أهلا بيكم على قناة English Full مع أحمد الحمائي. Let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة تالتة ثانوي دفعة 2025، إن شاء الله هنحل مع بعض النهاردة الجزء المتعلق بتمارين السكيلز أو المهارات والاختبار الخاص بالوحدة العشرة من كتاب المعاصر. هنبدأ حل من صفحة 192، البداية بتمارين الترجمة. البداية مع الترجمة من إنجليش لعربي. بيقول لي you should stop criticizing others without objectivity. عايز أقول يجب أن تتوقف عن انتقاد الآخرين، اللي هي stop criticizing others without objectivity، بدون موضوعية. You should be positive. يجب أنك تكون إيجابي and take effective steps، وتاخد خطوات إيجابية towards giving back to the community، في اتجاه رد الجميل للمجتمع. or at least أو على الأقل appreciating that أو appreciating what others are doing، أو على الأقل يجب أن تقدر ما يقوم به الآخرون. طيب لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار هيبقى C، اللي هو يجب أن تتوقف عن انتقاد الآخرين دون موضوعية، يجب أن تكون إيجابيا وتتخذ خطوات فعالة تجاه رد الجميل للمجتمع، أو على الأقل أن تقدر ما يقوم به الآخرون. طيب تعال نشوف الأخطاء اللي في باقي الاختيارات. بيقول لي في الاختيار الأول يجب أن تتوقف عن مجاملة الآخرين، المفروض تتوقف عن انتقاد الآخرين. طب تعال نشوف الخطأ اللي في بي، بيقول لي يجب أن تنتقد الآخرين، عايزين نقول يجب أن تتوقف عن انتقاد الآخرين. طب بالنسبة للخطأ اللي في دي، بيقول لي يجب أن تتوقف عن انتقاد الآخرين دون موضوعية. تمام، الجملة دي ما فيهاش مشكلة. يجب ألا تكون سلبيا، المفروض عايزين نقول يجب أن تكون إيجابيا. طيب تعالوا نروح للجملة التانية. بيقول لي to write your own fable، عشان تكتب حكايتك الرمزية الخاصة بيك. you can choose to stay in the traditional vein of forest creatures، يعني ممكن تفضل في السياق التقليدي اللي هو traditional vein of forest creatures بتاع مخلوقات الغاب. or you can try something new، أو تقدر تجرب حاجة جديدة. طيب لو بصينا على الاختيارات هنلاقي الاختيار على طول هيبقى الاختيار إيه؟ لكتابة حكايتك الرمزية الخاصة يمكنك اختيار البقاء في السياق التقليدي لمخلوقات الغابة، أو يمكنك تجربة شيء جديد. طيب تعال نشوف الأخطاء اللي باقي الاختيارات. في الاختيار B بيقول لي لكتابة حكايتك الخاصة، المفروض عايزين نقول حكايتك الرمزية الخاصة. طيب تعال نشوف الخطأ اللي في C، بيقول لي لكتابة خرافتك الخاصة، عايزين نقول لكتابة حكايتك الرمزية الخاصة برضو. طيب تعال نشوف الخطأ اللي في دي، بيقول لي لكتابة حكايتك الرمزية الخاصة يمكنك اختيار البقاء في السياق التقليدي لمخلوقات الغاب. لحد هنا مفيش أي مشكلة. ولا يمكنك تجربة شيء جديد، المفروض أو يمكنك تجربة شيء جديد. طيب تعال نروح للسؤال الثاني اللي هو الترجمة من عربي الإنجليش. بيقول لي تنفق الدولة ملايين الجنيهات على ترميم وصيانة المواقع الأثرية القديمة لكونها جزء هام من تراثنا الثقافي. لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار دي the state اللي هي الدولة spends، بتنفق millions of pounds ملايين من الجنيهات on the restoration and maintenance على الترميم والصيانة of ancient archaeological sites اللي هي المواقع الأثرية القديمة as they are، لأن هي جزء مهم important part، يعني جزء مهم of our cultural heritage من تراثنا الثقافي. طيب تعال نشوف الأخطاء اللي باقي الاختيارات. في الاختيار الأول بيقول لي the state spends millions of pounds on the restoration. طيب فين المينتيننس، فين الصيانة؟ المفروض restoration اللي هو الترميم and maintenance اللي هي الصيانة. طيب تعال نشوف الاختيار B، بيقول لي the state spends millions of pounds on the restoration and maintenance of ancient archaeological sites، المفروض archaeological sites اللي هي المواقع التاريخية أو المواقع الأثرية القديمة. طيب تعال نشوف الخطأ اللي في C، بيقول لي the state sends millions of pounds، المفروض spends يعني تنفق، أما send معناها يرسل. طيب الجملة الثانية بيقول لي إن ضغوط الحياة رغم شدتها لا يجب أن تكون عقبة أمام استمتاع جميع الناس بحياتهم. لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار C the pressures of life، يعني ضغوط الحياة despite their intensity، على الرغم من شدتها. وخلي بالك despite بتبين التناقض وبيجي وراها اسم أو فعل مضاف له ing أو شبه جملة. shouldn't be an obstacle، لا يجب أن تكون عقبة to all people، أمام كل الناس. enjoying their lives، يعني يجب ألا تكون عقبة أمام طريق الناس لاستمتاعهم بحياتهم يعني. طيب تعال نشوف الأخطاء اللي في باقي الاختيارات. في الاختيار الأول بيقول لي the pressures of life however their intensity، خلي بالك however بتبين التناقض مفيش مشكلة، بس بيجي وراها فاعل وفعل، ما ينفعش يجي وراها اسم، يبقى however هنا غلط. طيب تعال نشوف الخطأ اللي في B، بيقول لي the pressures of life مفيش مشكلة، despite their intensity مفيش أي مشكلة. المفروض shouldn't be an obstacle، هو هنا بيقول لك should be an obstacle، المفروض shouldn't be لا يجب أن تكون. طيب تعال نشوف الخطأ اللي في D،
بيقول the pressures of life despite its intensity shouldn't be an obstacle. خلي بالك despite its intensity المفروض الضغوطات الضمير اللي يعود عليها اللي هو they وصفة الملكية من they تبقى their زي ما حصل كده في باقي الاختيارات. طيب تعال نروح لصفحة 193 ال comprehension passage أو قطعة الفهم. بيقول لي مات had been taking karate lessons يعني مات كان بياخد حصص كاراتيه for a few months لشهور قليلة. At first he wanted lessons في البداية كان عايز حصص أو دروس يعني في الكاراتيه because he wanted to do things he saw people do in martial art movies يعني كان عايز يعمل الحاجات اللي بيشوف الناس بتعملها في أفلام اللي هي الدفاع عن النفس أو الفنون القتالية المتعلقة بالدفاع عن النفس. But very soon ولكن بعد فترة قصيرة he realized that karate isn't like the movies. أدرك إن الكاراتيه مش زي اللي بيشوفه في الأفلام. It took some time for him to get used to that. الأمر استغرق منه بعض الوقت عشان يعتاد على الفكرة دي. But eventually ولكن في النهاية he came to enjoy karate. وصل للمرحلة اللي بدأ يستمتع فيها بلعبة الكاراتيه. Karate made him feel strong and gave him energy. الكاراتيه اداله الفرصة إن هو يحس بالقوة and gave him energy وأعطاه الطاقة. But it also made him feel calm. ولكن أيضا خلاه يحس بالهدوء. He worked very hard يعني اشتغل بجد. And one day وفي يوم من الأيام his sensei كلمة sensei اللي هي المعلم بتاعه هي كلمة يابانية أصلا. والتر المعلم بتاعه اللي اسمه والتر told Mate he was ready for the first test. أخبر مات إن هو خلاص جاهز للاختبار الأول. 2 weeks before the testing date قبل ميعاد الاختبار بأسبوعين Walter gave Mate an application. والتر ادى لمات an application استمارة يعني. Matt took it home and filled it in. يعني مات أخذ الاستمارة مع البيت وبدأ يملاها أو ملاها يعني. He brought it back to the next class وجابها معاه في الحصة اللي جاية بعد كده. For the next 2 weeks الأسبوعين بقى اللي بعد كده Matt practiced very hard. مات كان بيتدرب بجد جدا. He wanted to be ready for the test. كان عايز يبقى جاهز للاختبار. On the day of Matt's test في يوم الاختبار بتاع مات he joined a group of other students who were ready for their test. انضم لمجموعة تانية من الطلاب اللي هم جاهزين للاختبار أيضا. The test began with some exercise. الاختبار بدأ بsome exercise يعني بعض التمارين. The students had to show that they could do all of the movements that Walter had taught them. الطلبة كانوا مضطرين إن هم يظهروا قد إيه هم بيقدروا يعملوا كل الحركات اللي علمها لهم المعلم والتر. Then the students took a written test. بعد كده الطلبة عملوا اختبار مكتوب يعني أو اختبار تحريري. Walter had also taught them about karate. والتر علمهم عن الكاراتيه and they had to show that they knew those things. ولازم يوضحوا إن هم عارفين الحاجات دي. After the test بعد الاختبار التحريري والاختبار الحركات ده Matt waited with other students. Matt انتظر مع الطلبة الآخرين to see how he had done عشان يعرف هو عمل إيه. Walter congratulated all of his students on making a real effort. يعني المعلم والتر هنأ كل الطلبة على الجهود اللي هم عملوها. And then he spoke to each student وبدأ يتكلم مع كل طالب لوحده. When it was Matt's turn لما جه دور مات Walter told him that he had passed. المعلم والتر أخبره إن هو نجح. Matt was very excited. Matt كان سعيد جدا. Walter also told Matt that he would receive his first belt. وأخبره كمان المعلم والتر أخبر مات إن هو هيحصل على أول حزام ليه اللي هو الحزام الأبيض with a black stripe. الحزام الأبيض مع شريط أسود on it عليه يعني حزام أبيض مع شريط أسود. At the next class في الحصة اللي جاية على طول. Karate had turned out to be very different from what Matt had told. الكاراتي اتضح إن هو مختلف كثيرا عما كان بيشاهده أو بيتعلمه مات في البداية. طيب أو كان مختلف عما كان يعتقده مات في البداية. But he had discovered ولكن اكتشف that he liked it very much إن هو أحب لعبة الكاراتيه كثيرا جدا يعني. طيب بيقول لي في السؤال رقم 1 في القطعة What does Matt think about karate at first؟ إيه كان اعتقاد مات بخصوص لعبة الكاراتيه في البداية؟ لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار دي He thinks it will be just like the movies. يعني كان معتقد إن هو هيبقى حاجة كده شبه اللي بيشوفها في الأفلام. طيب السؤال الثاني What do you predict Matt will do؟ تتوقع أو تتنبأ مات هيعمل إيه مستقبلا؟ يبقى نقول الاختيار الأول He will keep doing karate يعني هيستمر في ممارسة الكاراتيه. طيب السؤال الثالث The main idea of the third paragraph يعني الفكرة الرئيسية في الفقرة الثالثة
خلي بالك الفقرة الثالثة كانت بتتكلم عن الاختبار الأول لميت، يبقى ميت first test اللي هو الاختبار الأول لميت. طيب السؤال رقم 4 to be good at karate لكي يكون جيدا في لعبة الكاراتيه أو لكي تكون جيدا في الكاراتيه you need to be أنت محتاج تكون إيه؟ يبقى على طول you need to be patient اللي هي الاختيار C محتاج تكون صبور. أما aggressive اللي هي الاختيار الأول معناها عدواني، وimpressive اللي هي الاختيار B معناها مثير للإعجاب، والاختيار الأخير اللي هو hostile بمعنى عدواني أو عدائي. طيب الجملة رقم 5 how does Walter feel about Mate passing his test والتر كان إحساسه إيه بنجاح مات في الاختبار بتاعه؟ يبقى المعلم والتر كان سعيد جدا he was very pleased يعني كان سعيد جدا. طيب السؤال رقم 6 how will Mate's parents تفتكر والدي ميت من المحتمل ان هم يشعروا بايه لما يعرفوا ان هو نجح في الامتحان؟ يبقى على طول هيشعروا ان هم very proud يعني هيشعروا بفخر كبير جدا. اما upset اللي هي الاختيار B بمعنى منزعج، وcurious اللي هي الاختيار C بمعنى فضولي او عنده حب للمعرفة يعني اللي هي بتساوي نوزي اللي كانت في كلمات الوحدة الأولى بمعنى inquisitive يعني عنده طرح الأسئلة بشكل كبير أو فضولي يعني، وafraid اللي هي الاختيار الأخير بمعنى خائف. طيب السؤال رقم 7 which real lesson ايه الدرس الحقيقي اللي اتعلمه مات؟ يبقى على طول اتعلم ان الكاراتيه isn't all او isn't at all like movies يعني اتعلم ان لعبة الكاراتيه لا تشبه على الإطلاق اللي هو بيشافه في الأفلام أو اللي كان بيشوفه في الأفلام. طيب الجملة رقم 8 which text ايه النص اللي يكون له similar theme يعني يكون له موضوع مشابه لنفس الموضوع اللي انت قرأته ده؟ يبقى ممكن يبقى الاختيار B اللي هو story about learning how to play a musical instrument قصة عن كيفية تعلم العزف على آلة موسيقية. نروح بعد كده لصفحة 196 الادفانسد exercise البداية بالادفانسد exercise على الكلمات. الجملة رقم 1 بيقول لي when your parents are old يعني لما والديك يصبحوا كبار في السن you must be a of strength to them عايز أقول يجب إنك تكون سند أو مصدر القوة بالنسبة لهم. يبقى على طول في تعبير اللي هو be a pillar of strength اللي هو مصدر للسند ليهم أو مصدر للقوة أو الدعم ليهم. طيب نروح بعد كده للسؤال رقم 2 رودينا very well in the interview يعني عايز أقول إن رودينا أدت بشكل كويس جدا في الانترفيو اللي هي المقابلة. يبقى إيه اللي يديني المعنى ده اللي هو came across اللي هو الاختيار C بمعنى يعطي انطباع كويس قوي في المقابلة. طيب 3 those who hate you الناس اللي بتكرهك will always دايما هتدور أو هتحفر وراك في الباست في الماضي بتاعك searching for something against you بحثا عن أي حاجة ضدك يعني. يبقى على طول هنختار dig up اللي هو الاختيار A هيحفره في ماضيك يعني. 4 I don't believe that أنا مش مصدق الأسطورة surrounding darkness and ghosts اللي هي بتحيط بمجال أو بتحيط ب darkness and ghosts اللي هو بتحيط بالظلمة ووجود الأشباح. يبقى على طول I don't believe the myth اللي هي الاختيار B بمعنى الأساطير. طيب 5 A of smoke was going up from the chimney عايز أقول إن في عمود من الدخان المتصاعد كان بيتصاعد من المدخنة. خلي بالك عمود من الدخان ممكن يبقى column اللي هي الاختيار B وكمان ممكن يبقى pillar اللي هي الاختيار C يبقى نختار B and C. طيب نروح للادفانسد exercise على الجرامر. الجملة الأولى بيقول لي it can't have been easy tunneling under the Nile خلي بالك الاستنتاج هنا متعلق بالماضي it can't have been easy من المستحيل إن الأمر كان سهل حفر نفق تحت النيل. يبقى A بيتكلم بيقول كده فبي لما يرد عليه هيقول له of course عايز يقول لم يكن يبقى of course it wasn't اللي هي الاختيار B. طيب نروح للجملة الثانية بيقول لي the metro must have made برضو استنتاج مؤكد في الماضي من المؤكد ان المترو خلى traveling around Cairo easier خلى السفر حول القاهرة أسهل. يبقى لو شخص بيعلق على الكلام ده هيقول of course it did يعني بالتأكيد فعل ذلك أو المترو عمل كده. طيب 3 the police are convinced the paintings taken out of the country already يعني البوليس مقتنع خلي بالك أنا بقول البوليس عنده اقتناع. يبقى paintings must have been taken يعني من المؤكد إن هي أخذت إلى خارج البلد. 4 I don't know why I am so tired these days أنا معرفش ليه أنا تعبان أوي الأيام دي كده. خلي بالك أنا معرفش I be sleeping well عايز أتكلم عن استنتاج غير مؤكد. إيه هو الاستنتاج الغير مؤكد؟ ممكن نستخدم may أو might أو could بس خلي بالك could مش هينفع نستخدمها منفية بس ممكن may أو might نستخدمهم في حالة النفي. يبقى I might not be sleeping well من المحتمل إن أنا ما كنتش بنام كويس. طيب 5 it have been Magdi I saw at the party he didn't recognize me at all
ده هو الشخص اللي أنا بتكلم عنه ده ما عرفنيش على الإطلاق، يبقى من المستحيل إن هو يكون مجدي، مستحيل يكون الشخص اللي أنا شفته في الحفلة ده هو مجدي لأنه ما عرفنيش على الإطلاق، يبقى it can't have been مجدي. طيب نروح بعد كده لصفحة 197 الاختبار الخاص بالوحدة العشر. الجملة رقم 1 بيقول لي traditional music يعني الموسيقى التقليدية is part of Egypt and we can all be proud of it. عايز أقول إن الموسيقى التقليدية دي جزء من التراث المصري وكلنا يمكن أن نكون فخورين بيها أو يمكن أن نفتخر بيها، يبقى ده على طول Egypt's heritage اللي هو التراث المصري. طيب الجملة رقم 2 he used to write a weekly and a national paper. عايز أقول إن هو كان بيكتب عمود أسبوعي في جريدة قومية، يبقى على طول عمود في جريدة اللي هي column الاختيار سي. طيب نروح للجملة رقم 3 the conclusion سما هيس. خلي بالك بيسألني على الكاليكيشنز أو المتلازمات اللفظية. كلمة conclusion بيجي معاها الفعل إيه؟ يبقى على طول ممكن يجي معاها الفعل make وممكن يجي معاها الفعل draw اللي هو يصل إلى استنتاج. يبقى the conclusion سما has made sounds persuasive يعني الاستنتاج اللي وصلت له سما أو الخلاصة بتاعتها تبدو مقنعة. طيب 4 I came across a 5 piastre banknote while browsing my father's photo album. يعني أنا بالصدفة كده لقيت ورقة نقدية من فئة ال5 قروش وأنا while browsing my father's photos وأنا بتصفح الصور بتاعة والدي أو ألبوم الصور بتاع والدي. عايز المرادف بتاع كام across اللي هي يجد بالصدفة. إيه اللي يديني معنى يجد بالصدفة في الاختيارات دي؟ يبقى ran into اللي هي الاختيار سي. أما look after اللي هي أول اختيار معناها يعتني بيه وlook for معناها يبحث عن وsearch for برضو معناها يبحث عن. طيب الجملة رقم 5 the of our old house is in the countryside can still be seen. عايز أقول إن البقايا بتاع البيت القديم بتاعنا في الريف ما زال يمكن رؤيتها، يبقى على طول البقايا اللي هي remains الاختيار بي. طيب 6 something that is الشيء اللي هو إيه isn't out of date. خلي بالك isn't out of date يعني لسه ما مرش تاريخه أو لسه شيء ما يعتبرش قديم يعني، يبقى الحاجة دي معاصرة أو حديثة اللي هي contemporary بمعنى حديث أو معاصر. طيب 7 I am the small tree to move it has deep roots. عايز أقول أنا بحفر عشان أخلع الشجرة الصغيرة دي it has deep roots يعني لها جذور عميقة، يبقى على طول يستخرج عن طريق الحفر اللي هي digging up، يبقى I am digging up the small tree. طيب نروح للجملة رقم 8 بيقول لي it easy for the man to walk. الكلام ده last week يعني أنا بعمل استنتاج في الماضي because he had a broken leg لأنه كان رجله مكسور، يبقى مستحيل إن الأمر كان سهل، مستحيل استنتاج مستحيل في الماضي، يبقى it can't have been easy من المستحيل إن الأمر كان سهل للرجل إن هو يمشي لأن رجله كانت مكسور. طيب 9 Fatin's trip really enjoyable. رحلة فاتن ممتعة حقا because he wrote أو فاتين strip because he wrote لأنه كتب a long blog about it كتب مدونة إلكترونية كبيرة أوي عنها، يبقى أكيد الرحلة دي كانت ممتعة والاستنتاج بتاعه متعلق بالماضي، يبقى must have been اللي هي الاختيار سي. من المؤكد إن الرحلة دي كانت ممتعة حقا. طيب 10 my assistant understood my instruction he did the opposite. المساعد بتاعي عمل عكس اللي أنا قلته له في الماضي، عمل عكس اللي أنا قلته له في الماضي، يبقى من المؤكد إن هو ما فهمنيش، مستحيل إنه يكون فهمني، يبقى can't have understood. خلي بالك can't have understood اللي هي الاختيار بي can't have وعندي الفعل في التصريف الثالث وماي assistant اللي هو الفاعل، يبقى can't have understood my instruction من المستحيل إن هو يكون فهم التعليمات بتاعتي. طيب نروح للcomprehension passage في نفس الصفحة اللي احنا فيها. الجملة الأولى بيقول لي at the start of the civil war في بداية الحرب الأهلية the people in the state of Tennessee يعني الناس في ولاية Tennessee struggled with the decision يعني كانوا بيكافحوا ضد القرار of whether to stay with the union يعني يا ترى يفضلوا في الاتحاد أو ضمن الاتحاد or to join the confederacy ولا ينضموا للنظام الكونفدرالي اللي هو أمريكا كانت متقسمة للشمال والجنوب، فيا ترى هما stay يفضلوا مع الاتحاد ولا ينضموا لنظام الكونفدرالي اللي هو كان بيقسم أمريكا لشمال وجنوب. Eventually في النهاية the state would be the last to secede يعني في النهاية الولاية دي هتكون آخر ولاية تقرر إن هي تنفصل، يبقى secede اللي هي فعل بمعنى ينفصل عن. طيب بيقول لي however ومع ذلك there were people living in the state who would remain loyal to the union
يعني لو حتى حصل الانفصال عن اليونيون ده في ناس هيفضلوا مواليين اللي هي remain will stay أو will remain loyal، يعني هيفضلوا مخلصين للاتحاد. One such person، واحد من الأشخاص دول كان كابتن ويليام درايفر، اللي هو الكابتن ويليام درايفر. درايفر as best known for a special flag، أكتر حاجة معروفة بخصوص ويليام درايفر ده اللي هو السبيشال فلاج، علم مميز جدا he owned، كان بيملكه and had، وكان مخبيه خلال الحرب الأهلية. affectionately called Old Glory، يعني بكل حب العلم ده اتسمى باسم Old Glory. طيب ويليام درايفر was born، ويليام درايفر اتولد في 1803 and was apprenticed to a blacksmith، وكان صبي عند حداد. hating his situation، ولأنه كان كاره الحالة بتاعته دي درايفر ran away، قرر إن هو يهرب and became a cabin boy on a ship، وأصبح فتى على سفينة. his father told him not to come home، والده قال له إن هو ممنوع يرجع البيت أو ما يرجعش البيت until he had his own ship، إلا لما يبقى عنده السفينة الخاصة بيه ويبقى كابتن عليها. eventually في النهاية driver did become a captain، بالفعل أصبح قبطان لسفينة خاصة بيه. the people of his hometown in Salem، يعني الناس في المدينة بتاعته اللي هي اسمها سالم في ولاية ماساتشوستس were all، كانوا كلهم very proud of driver، يعني كانوا كلهم فخورين بدرايفر and made him a huge flag، وعملوا له علم ضخم جدا that was about، اللي هو كان that was 12 feet by 24 feet، يعني كان 11 قدم في 24 قدم، which he nicknamed، اللي هو أطلق عليه لقب Old Glory. طيب driver eventually sailed around the world، يعني في النهاية driver قدر يبحر حول العالم and even rescued، وحتى استطاع ان هو ينقذ اسلافه of the crew، اللي هم كانوا في الطاقم that had mutinied، يعني اللي تمردوا على الكابتن on the British ship، اللي تمردوا على قبطان السفينة البريطانية اللي هي HMS Bounty. طيب later لاحقا driver would retire to Nashville، يعني لاحقا تقاعد واعتزل إلى مدينة ناشفيل تينيسي، يعني في منطقة أو في ولاية تينيسي. leaving the sea behind and becoming a cleric، يعني ترك البحر وخلاص أصبح موظف في مكتب أخوه أو في المحل بتاع أخوه. during civil war، خلال الحرب الأهلية he had، خبى العلم اللي هو Old Glory ده by sewing the flag into a quilt، يعني خيط أو عمل العلم ده خباه في اللحاف بتاعه أو في الحاف يعني. when Tennessee was taken over by Union soldiers، لما تينيسي تم الاستيلاء عليها يعني أو أصبحت خلاص تابعة للاتحاد. the soldiers asked driver، يعني الجنود طلبوا من درايفر إن هو خلاص يرفع العلم بتاعه over the state's capital، على مبنى الكابيتول في الولاية. as people heard about driver and his flag، لما الناس سمعت عن درايفر والعلم بتاعه others began calling the American flag، فالناس بدأت تطلق على علم أمريكا اللقب اللي هو Old Glory. a nickname، اللي هو اللقب اللي مازال مستخدم في عصرنا الحالي وبيطلق على علم الولايات المتحدة الأمريكية. طيب السؤال رقم 11 بيقول لي what is the best title for the passage، ايه افضل عنوان ممكن نستخدمه للقطعة دي؟ يبقى على طول افضل عنوان هيبقى الاختيار B اللي هو Old Glory. طيب how do you think driver felt towards the flag، تفتكر ايه كان شعور درايفر تجاه العلم ده؟ يبقى على طول the flag represented his loyalty to the union، يعني العلم ده كان بيمثل قد ايه هو كان شخص عنده ولاء واخلاص للاتحاد. طيب 13 the moral that we can get، ايه هو الدرس المستفاد اللي نقدر نحصل عليه من القطعة دي؟ يبقى على طول برضو هتلاقي الاختيار الاول you should do your best، لازم تبذل قصارى جهدك to achieve your goals، عشان تحقق اهدافك. طيب السؤال رقم 14 why do you think، تفتكر ليه ويليام درايفر had the American flag، ليه أخفى العلم ده أو العلم الأمريكي خلال الحرب الأهلية؟ يبقى قلنا إن هو كان خايف من الجنود بتوع الكونفدريتس أو الكونفدرسي، يبقى he was worried the Confederates would take or harm the Union flag، كان خايف إن الكونفدراليين هياخدوا العلم ده أو هيقطعوه يعني. طيب الجملة رقم 15 the second paragraph، يعني الفقرة الثانية بتتكلم عن إيه؟ يبقى على طول بتتكلم عن حياة كابتن ويليام اللي هو ويليام درايفر، يبقى كابتن ويليامز لايف. طيب السؤال رقم 16 what can you infer، ايه اللي تقدر تستنتجه عن ويليام درايفر من اللي انت قرأته ده؟ يبقى على طول هيبقى انسب اختيار اللي هو B he was a person with an extremely strong will، يعني كان شخص عنده إرادة قوية جدا. طيب السؤال رقم 17
the word أو the meaning of the word secede. قلنا كلمة secede معناها ينفصل وفقا لما جاء في القطعة، يبقى على طول يغادر اللي هي secede هتيجي بمعنى remain اللي هي يغادر. أما win أول اختيار معناه يفوز، ولوز معناه يخسر، وريمين بمعنى يظل أو يبقى. طيب نروح للسؤال رقم 18. بيقول لي what happened at the end. إيه اللي حصل في نهاية القصة دي؟ اللي هم اليونيون سيلجرز جنود الاتحاد controlled the state استطاعوا إن هم يسيطروا على الولاية اللي هي ولاية تينيسي. طيب نروح للقطعة الثانية. بيقول لي the victory of the small democracy of Athens يعني الانتصار اللي حققته الديمقراطية الصغيرة في مدينة أثينا over the mighty Persian Empire على الإمبراطورية الفارسية الطاغية اللي هي المايتي Persian Empire اللي هو الإمبراطور الفارسي الطاغي in 490 before common era في سنة 490 قبل الميلاد as one of the most famous events أو events in history واحد من أشهر الأحداث اللي حصلت في التاريخ. داريوس ده الكينج of the Persian Empire اللي هو الملك بتاع الإمبراطورية الفارسية was furious كان غاضب جدا because Athens لأن سكان مدينة أثينا أو مدينة أثينا has interceded for the other Greek city states. المفروض إن المدينة دي شفعت أو حاولت تتعاطف أو تبدي تعاطفها مع المدن اليونانية الأخرى أو العواصم اليونانية الأخرى in revolt في ثورتها against Persian domination ضد الهيمنة الفارسية. in anger بغضب شديد جدا the king sent enormous يعني الملك الفارسي ده بعت enormous army يعني بعت جيش ضخم جدا to defeat Athens عشان يهزم مدينة أثينا. he thought it would take drastic steps to pacify. الانتصار ده كان معتقد ان هو هيقدم خطوات drastic يعني خطوات وحشية to pacify عشان يهدئ rebellious part الأجزاء أو الجزء السائر في الإمبراطورية بتاعته. طيب Persia was ruled by one man أو بيرجا اللي هي الإمبراطورية الفارسية كان بيحكمها رجل شخص واحد. في أثينا however all citizens helped rule كل المواطنين ساعدوا في الحكم. enabled by this participation يعني متحليين أو إحساسهم بالفخر أو بالشرف الكبير بالمشاركة دي. Athenians يعني سكان أثينا were prepared كانوا جاهزين للموت for their city state من أجل مدينتهم يعني. Perhaps this was the secret ربما إن ده كان السر في remarkable victory at Marathon يعني كان السر في الانتصار المبهر أو المميز جدا اللي حصل في سهل ماراثون which freed them وده الانتصار اللي حررهم from Persian rule من الحكم الفارسي. On their way to Marathon في طريقهم إلى ماراثون the Persians الفارسيين tried to fool some Greek city states حاولوا إن هم fool يعني يخدعوا بعض المدن اليونانية by claiming to عن طريق إن هم يقولوا لهم to have common peace إن هم جايين في سلام. The frightened citizens المواطنين المرعوبين of Delos المواطنين المرعوبين في مدينة ديلوس refused to believe this رفضوا يصدقوا الادعاءات دي not wanting to abet the conquest of Greece ولأنهم ما كانوش عايزين يحرضوا أو يشاركوا في الكونكست يبقى ما كانوش عايزين يحرضوا أو يشاركوا في الكونكست اللي هو في الاحتلال أو الغزو بتاع اليونان ده. They fled from their city يعني فروا أو هربوا من المدن بتاعتهم and didn't return ولم يعودوا until the Persians had left إلا بعد مغادرة الفرس. They were wise كانوا ناس عندهم حكمة. For the Persians next conquered the city of Etria لأن الفرس بالفعل قدروا يتغلبوا على اللي هي conquer قدروا يغزوا أو يتغلبوا على مدينة إرتريا أو إتريا and captured its people وكمان أسروا سكانها. طيب تاني Athens stood alone يعني سكان أثينا القليلين دول stood alone يعني وقفوا لوحدهم against Persia ضد الإمبراطورية الفارسية أو ضد الفرس. The Athenian people went to their sanctuaries يعني ذهبوا إلى المقدسات بتاعتهم أو المعابد الخاصة بالعبادة عندهم اللي هي sanctuaries اللي هي المقدسات أو الملاجئ المقدسة. There they prayed for deliverance هناك بدأوا يصلوا من أجل الخلاص. They asked their gods سألوا أو طلبوا من الآلهة بتاعتهم to expedite their victory أن تعجل بانتصارهم. The Athenians refurbished يعني جددوا الأسلحة بتاعتهم and moved to the plain of Marathon بعد كده جهزوا الأسلحة أو جددوا الأسلحة وانطلقوا في اتجاه سهل ماراثون where their little band
الفرقة الصغيرة دي would meet the Persians. هناك هتقابل الجيش الفارسي. At the last moment في اللحظة الأخيرة soldiers from Plataea reinforced the Athenian troops. يعني جنود من مدينة بلاتيا عززوا موقف الأثينيان troops اللي هي القوات بتاعة أثينا. The Athenian army في الفقرة الأخيرة بيقول إن الجيش بتاع أثينا attacked and Greek citizens fought bravely. الجيش بتاع أثينا بدأ الهجوم والمواطنين اليونانيين حاربوا بشجاعة كبيرة جدا. The power of the mighty Persians يعني القوة الفارسية الغاشمة was offset يعني انهزمت by the love that the Athenians had for their city. اتهزمت بالحب اللي كان بيمتلكه سكان أثينا لمدينتهم. Athenians defeated the Persians. الأثينيين أو سكان مدينة أثينا هزموا الفرس in archery سواء في الرماية and hand combat وحتى في الصراع باستخدام السيوف أو باستخدام اليد. الجريك soldiers الجنود اليونانيين seized Persian ships يعني حصروا السفن الفارسية and burned them وحرقوها. And the Persians fled in terror والفارسيين فروا في رعب شديد جدا. Herodotus اللي هو الفيموس historian المؤرخ المشهور reports that كتب إن في 6,400 Persians died. يعني المعركة دي مات فيها 6,400 جندي من الفرس compared مقارنة ب only 192 Athenians مقارنة ب 192 شخص من مدينة أثينا. طيب نروح للسؤال رقم 19. بيقول لي the city mentioned in the last paragraph. يعني إيه المدينة اللي ذكرت في الفقرة الأخيرة؟ يبقى على طول Athens اللي هي مدينة أثينا. طيب 20. What mainly enabled the Athenians to defeat the Persians. إيه المينلي يعني السبب الرئيسي اللي مكن سكان أثينا إن هم يهزموا الفرس؟ يبقى على طول حبهم لمدينتهم اللي هو their love for their city. طيب نروح للسؤال رقم 21. بيقول لي Athens يعني أثينا hated the other Greek city states against the Persians. المفروض إن هي كانت بتعمل إيه في المدن الأخرى ضد الفرس؟ يبقى المفروض إن هي كانت تدخلت لصالحهم أو كانت بتحاول تشفع ليهم يعني أو كانت بتحاول تبرر لهم الثورة بتاعتهم. يبقى على طول intervened on behalf of أو on behalf of يعني تدخلت لصالح intervened on behalf of أو on behalf of يعني تدخلت في صالح المدن الأخرى. طيب 22. داريوس اللي هو الإمبراطور الفارسي took drastic steps يعني أخذ خطوات وحشية to the rebellious Athenians يعني أخذ الخطوات الوحشية دي ليه؟ عشان يدمر المتمردين في أثينا. يبقى destroy اللي هي الاختيار دي. أما duplicate اللي هو الاختيار الأول معناه يضاعف وبليكيت اللي هي الاختيار الثاني معناه يستردي وويكن الاختيار سي بمعنى يضعف يعني. يبقى هو أخذ الخطوات الوحشية دي عشان يدمرهم. طيب السؤال رقم 23. بيقول لي the Athenians يعني سكان أثينا were by some soldiers who arrived from Plataea يعني تم دعمهم أو تعزيز قوتهم بواسطة مجموعة من الجنود اللي هم جوهم من مدينة بلاتيا. يبقى strength اللي هي الاختيار سي بمعنى تم تعزيزهم أو تقويتهم. طيب نروح للجملة رقم 24. the weakness point إيه نقطة الضعف اللي كانت عند الفرس؟ على طول إن هم they suffered from individual rule يعني كانت نقطة الضعف الحكم الفردي كانوا بيعانوا من الحكم الفردي. طيب 25. the writer of this text يعني الكاتب بتاع النص ده is interested in مهتم بإيه؟ يبقى على طول مهتم بالهيستوري اللي هو التاريخ. طيب السؤال 26 بيقول لي which of the following sentences أي من الجمل التالية يلخص last paragraph يعني الفقرة الأخيرة. يبقى على طول هيبقى الاختيار دي اللي هو democracy beats dictatorship يعني الديمقراطية بتهزم dictatorship بتهزم الديكتاتورية. طيب نروح للأسئلة اللي هي بدرجتين. السؤال رقم 27 بيقول لي all the students answered the question well. كل الطلبة جاوبوا سؤال كويس جدا. يبقى أكيد السؤال ده كان سهل. يبقى it must have been so easy يعني أكيد السؤال كان سهل جدا. استنتاج مؤكد في الماضي. طيب السؤال رقم 28 as an expert farmer كمزارع خبير يعني my grandfather a lot about crops. عايز أقول كان عنده معرفة كبيرة جدا بالمحاصيل بتاعته. طيب الفعل no متفقين إن هو فعل stative يبقى على طول مش هينفع يتحط بعد would. يبقى على طول بقى قدام الاختيار الأخير اللي هو used to know بتعبر عن past state حالة فيها ثبات في الماضي. طيب 29 when I was younger when وبعدها ماضي يبقى الجواب بتاعها ماضي. I upset when I lost something. عايز أقول كنت بنزعج
لما بفقد شيء ما. خلي بالك absent دي صفة، يبقى على طول محتاجين شيء يعبر عن حالة كانت ثابتة في الماضي. يبقى على طول what get upset يبقى كنت بيحصل لي حالة من الانزعاج، يعني لما I lost something، لما بضيع حاجة أو بفقد شيء. يبقى على طول الاختيار هيبقى what get upset اللي هي الاختيار الأول. what get upset اللي هي الاختيار الأول، كنت بنزعج when I lost something لما كنت بفقد حاجة مهمة. خلي بالك الاختيار C هنا اللي هو used to getting مش هينفع، لأن عشان تجيب بعد used to فعل مضاف ل ing لازم يكون قبلها was away. طيب الجملة رقم 30 which sentence is punctuated correctly؟ ايه الجملة اللي هي علامات الترقيم فيها صحيحة؟ طيب تعال نشوف الاختيار الأول كده، بيقول لي what amazing news، المفروض إن احنا ننهي الجملة دي بعلامة تعجب. طيب تعال نشوف يبقى الجملة الأولى خطأ. الجملة الثانية what amazing news علامة التعجب موجودة. the police have found Uncle Idle. خلي بالك كلمة عادل المفروض إن أنا أحط الأبوستروفي الأول وبعدين الاسم، يبقى الاختيار B خطأ. طب تعال نشوف C what amazing news the police have found Uncle Idle's cow. بعد علامة التعجب المفروض تعتبر بداية جملة جديدة، يبقى أول حرف في بداية المفروض إن هو يكون كابيتال. يبقى كده هتلاقي الاختيار الوحيد الصحيح اللي هو الاختيار D what amazing news the police have found Uncle Idle's cow. طيب تعال نروح لجملة الترجمة، السؤال رقم 31 بيقول لي to provide comfortable life for its nation، يعني لتوفير حياة مريحة لشعبها أو لأمتها. the government الحكومة should offer good services لازم توفر خدمات جيدة أو لازم تقدم خدمات جيدة. لو بصينا على الاختيارات هنلاقي الاختيار A لتوفير حياة مريحة لأمتها أو لشعبها، يعني يجب على الحكومة تقديم خدمات مريحة. طيب تعال نشوف الأخطاء اللي في باقي الاختيارات. شوف الاختيار B كده بيقول لي لتوفير معيشة مريحة، المفروض لتوفير حياة مريحة لشعبها، يبقى معيشة مريحة هنا خطأ. طيب تعال نشوف الخطأ اللي في سي، بيقول لي يجب على الحكومة تقديم خدمات، يجب على الحكومة تقديم خدمات جيدة لتوفير حياة مستريحة. كلمة حياة مستريحة هنا خطأ، المفروض حياة مريحة. طب تعال نشوف الخطأ اللي في دي، كان يجب على الحكومة، المفروض يجب على الحكومة. طيب تعال نروح لجملة الترجمة رقم 32 بيقول لي our great big cities don't suit modern living، يعني المدن اللي هي الكبيرة العظيمة بتاعتنا don't suit لا تتناسب مع المودرن living، يعني لا تتناسب مع الحياة المعاصرة أو الحياة الحديثة. because of بسبب ال great increase اللي هي الزيادة الضخمة in population في تعداد السكان. لو بصيت على الاختيارات هتلاقي أول اختيار لا تتناسب مدننا الكبيرة مع الحياة المعاصرة بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان. طيب لو بصيت على باقي الاختيارات في الاختيار الثاني مثلا أو الاختيار B بيقول لي لا تتناسب مدننا الحديثة، المفروض المدن الكبيرة اللي هي big cities. طيب الاختيار C بيقول لي تتناسب، المفروض لا تتناسب. طب الاختيار D لا تتناسب مدننا الكبيرة مع الحياة المعاصرة بسبب الزيادة المحددة، المفروض الزيادة الكبيرة أو الزيادة المفرطة. طيب تعال نروح لصفحة 201 ترجمة برضو جملة رقم 33 بيقول لي يأمل الكثير من الناس بأن تكون هناك سياحة آمنة للفضاء متاحة في المستقبل القريب. طيب لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار دي many people hope، يعني الكثير من الناس بيتمنوا that safe space tourism اللي هي سياحة الفضاء الآمنة will be available in the near future هتكون متاحة في المستقبل القريب. طيب تعال نبص على الأخطاء كده، بيقول لي في الجملة الأولى many people hope يبقى المفروض يتمنى اللي هي hope. طب تعال نشوف الخطأ اللي في B، بيقول لي a lot of people hoped، حط الverb hope في الماضي، المفروض ان احنا عايزين نقول hope اللي هي يتمنى. طب تعال نشوف الخطأ اللي في C، بيقول لي many people hope that space tourism، المفروض تبقى safe space tourism، وكمان عندي كلمة tourism هنا اللي هو الإرهاب، يبقى كلمة safe خطأ لأن كلمة safe مش موجودة، وكمان كلمة tourism اللي هي السياحة موجودة terrorism اللي هي الإرهاب. طيب تعال نروح للجملة رقم 34 بيقول لي أن تشجيع المنتجات المحلية واجب قومي لحماية الصناعة المصرية، وهذا بالتأكيد يصب في صالح الاقتصاد القومي ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب في شتى المجالات. لو بصينا على الاختيارات هنلاقي الاختيار هيبقى C اللي هو encouraging local products، تشجيع المنتجات المحلية أو المحلية as a national duty، واجب قومي to protect the Egyptian industry لحماية الصناعة المصرية. This is certainly، وده بالتأكيد the interest أو this is certainly in the interest، وده بالتأكيد في صالح of the national economy في صالح الاقتصاد القومي and provides، وكمان هيوفر more job opportunities المزيد من فرص العمل for young people للشباب in various fields في مختلف المجالات. طيب تعال نشوف الأخطاء اللي في باقي الاختيارات. الاختيار الأول
بيقول لي encouraging local products مفيش مشكلة is an international duty المفروض هي national duty يعني واجب قومي. طيب تعال نشوف الخطأ اللي في دي أو الخطأ اللي في بي. بيقول لي encouraging local products is a national task. عايزين نقول هو واجب قومي يبقى المفروض national duty مش task. وكمان لو كملت الجملة to protect the Egyptian industry يعني لو اعتبرنا إن هو مهمة قومية زي واجب قومي this is certainly in the interest of national income المفروض اللي هو في صالح الاقتصاد القومي مش الدخل القومي أما national income معناها الدخل القومي. طيب تعال نشوف الخطأ اللي في دي. بيقول لي encouraging local products as a national duty to protect the Arab industry المفروض اللي هي الصناعة المصرية the Egyptian industry مش the Arab industry. بكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ادعمنا بلايك وشير للفيديو واعمل اشتراك في القناة وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك إشعاراتنا. سلام.